يا مساء السعادة والهنا على أحلى وأغلى عيلة في الدنيا، عيلة رانيا ميكس. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض أسرع غدا هتعمليه. أنا بص، من غير قسم بقى ومن غير حلفان، يا دوب ممكن هنقول في نص ساعة بالكتير أوي، لأن كله هيخلص في دقايق. وأسرع وقت هتعمليه، وفي نفس الوقت احلى والذ طعم هتدوقيه انت وولادك. وكل شويه هيطلبوا منك الصينيه اللي احنا هنعملها النهارده والاكل بتاعنا ده. بس انت امشي بس على ايه، على نفس المقادير ونفس التوابل، وان شاء الله هتدعي لي احلى دعوه يا قمر. ويلا ما تنسيش رانيا باللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا عشان نشوف عملنا الغدا القمر ده بالسرعه دي كلها، والطعم اللي ما فيش ألذ منه ده عملناه ازاي، وايه سر التوابل بتاعتنا النهارده. وفي تابل هنحطه، نوع من التوابل، بس يعني انا عايزه اقولك لازم تحاولي تلاقيه عند اي عطار، لان بجد هيفرق معاكي في الاكل والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. يلا بينا ونشوف عملنا ايه. معايا هنا وركين من الفراخ، بس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الورك عامل حوالي يعني كيلو الا 100 جرام بالظبط، زي ما بقولك كده كيلو. بص كبير جدا، يمكن كمان الكاميرا ظلماه ومش جايبه حجمه الايه الحقيقي. هو فعلا بسم الله ما شاء الله كان كبير جدا. يعني ممكن نقول الكيلو كان عامل ممكن نقول كيلو الا ربع. الورك كان عامل حوالي كيلو الا ربع من كبر الوراك. انا لما بحب اجيب وراك لازم اجيبها كبيره بالحجم ده، وطبعا قلق قليل قوي لما بقى اجيب الوراك. مش عارفه مين، مش عارفه اتكلم ليه. يلا هنشوف بقى عملنا ايه. معايا هنا كميه من البصل، بصي كتري بقى، كتري زي ما انت عايزه. زيت البصل هنقطعه جوليان او جوانح، وهنزل عليه بحاجه اسمها بهارات الكاري. خلي بالك بهارات الكاري لازم تقولي للعطار انا عايزه بهارات الكاري، وملح وفلفل ورشه من القرفه هتوديلك الصينيه دي في حته تانية تماما، والسبع بهارات ورشه من الزعتر. وهنحط الملح بتاعنا ونظبطه زي ما انت قلتي، زي ما انا بقول لكم اهو. هندور على بهارات الكاري، هو ده التوابل اللي مش ممكن هتقطعيها تاني من البيت عندك تماما. ماشي. ومعايا مرقه من الدجاج، ومعايا هنا معلقه كبيره من الثوم المتقطع بالسكينه. بيفرق جدا المخزن عندك في الفريزر او اللي انت مدقاه، كمان حتى لو انت دقاه ومنعماه وبيفرق برضو عن اللي انت مقطعاه. التست برضو بيبقى في حتة تانية وبيختلف تماما في الطعم وفي ريحة الاكل وهو بيستوي. طبعا بدعك كل المكونات دي كلها كويس جدا، ولازم بقى تدعكيها بايديكي قوي يا جماعه. احنا غاسلين ايدينا، ومش عايزه حد يعلق في موضوع الايد دي والايه والجوانتي. انا بصراحه زي ما قلت لكم، انا من اول ما فتحت القناه وانا ما بحبش البس الجوانتات. بس انتي والله العظيم امشي بنفس يعني التكنيك ده، وان شاء الله هتشكريني وهتقولي يا رانيا ما اكلتش زي الصينيه دي قبل كده. لان الكل هيطلبها منك دي، لازم اعملها مرتين في الاسبوع. بجد بيبصوا بيطلعوا عيني كل شويه عايزينها، بس بصراحه هي ما بتاخدش مني اي وقت. وننزل بقى ايه بالبطل بتاعنا النهارده. طبعا انتوا عرفتوا دلوقتي احنا هنعمل ايه مع بعض. هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ، بس ايه حاجه تانية خالص وطعم تاني خالص، الكل هيشكرك عليه. وبنزل دلوقتي بكميه البطاطس. طبعا مش شايفين اصلا الكميه معايا كبيره، بدون حلفان هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل اول اصلا ما تستوي. من قبل كمان ما اصور لكم هتشوفوا ايه اللي هيحصل. هتشوفوا من كتر جمال الصينيه بتاعتنا النهارده، والله العظيم ما حد بيقدر يمسك نفسه ولا بيقاوم الريحه اللي بتبقى ماليه الدنيا وماليه البيت كله. بقلب طبعا البطاطس بتاعتي بكل المكونات بتاعتي، ولازم اخليها تتغلغل فيها بالشكل ده. بنزل دلوقتي بحوالي شفشق من الخلاط. عندي القوطه دي ده كانت حوالي نص شفشق، لان القوطه دي انا كنت غلياها قبليها بحوالي ساعه كده وركناها على جنب لما تهدى. ولما بتيجي تضربيها في الخلاط بتبقى بالحمار اللي انت شايفاه ده، بتبقى جميله جدا وتقيله. وبصي والله العظيم، ولا تقولي لي بقى صلصه المعلبه ولا اي حاجه خالص. مفيش احلى من الطريقه دي، بالذات لو انت هتعملي الصواني بالذات والطواجن بتبقى جميله جدا. الطماطم بالطريقه دي لازم تجيبيها وتغليها وتسيبيها على جنب قبل ما تبتدي تعملي الاكل بتاعك، او لو عملتي كده من بالليل يبقى احسن واحسن.
وتقومي الصبح وتقومي تاني يوم تعملي اكلك عادي تماما. وبنزل هنا بحوالي كوبايه من الشوربه زي ما انت شايفه، عشان طبعا دي اللي هتساعد البطاطس انها تستوي. كله كده وانت واقفه مكانك، يعني تبقي مجهزه كل ده. يبقى اقول لك الغدا هيخلص في نص ساعه، تكوني مخلصه الاكل بتاعك. وبخلي طبعا الصينيه زي ما انت شايفه كده، بقلبها كويس جدا وبخليها تتغلغل كويس جدا جدا بكل المكونات، بالطماطم بكله. وبنزل دلوقتي طبعا، انت لو ما تنسيش لو عندك مثلا قرن فلفل اخضر حامي او بارد بتحطيها برده، بيوديها برده في حته تانية. طبعا انا الشطه دي عندي اساسي في المطبخ بتاعي. وبنزل هنا بقطع الفراخ بتاعتي. طبعا انت تقدري عندك في تكايه انا ساعات كنت بعملها، ايه هي، تحمريها، تديها ايه تحميره، تخليها متحمره كانها تحميره، بس تحميره شديده. وبعد كده تروحي حطاها على وش الصينيه ومدخلاها الايه وهتسويها. عندك طريقتين للتسويه، تحطيها على النار لحد ما تبتدي تدخل في التسويه او خلاص استوت، وتروحي مدخلاها تحت الشوايه تاخد وش وطلعي وايه واكلي. عايزه تغطيها بورق زبده وعليها ورق الومنيوم وتدخليها الفرن تاخد سواها كلها كامل لمده ساعه وربع، من ساعه وربع لساعه ونص، ماشي تمام معاكي. طيب بصي، انا اديتك طريقتين للايه للتسويه. تعالي هنا بقى الرز بالشعريه بتاعتنا. انا عندي هنا اي كميه من الشعريه، انا عن نفسي بحط النص كيلو شعريه على كيلو ونص الرز، براحتك انت عايزه تكتري تقللي دي بتاعتك انت. بحمر دلوقتي الشعريه بنفس اللون اللي انت شايفاه دلوقتي. انا بقى اوقات بعمل ايه بقى، انت عندك برضو كذا طريقه للايه، كذا طريقه للشعريه. لو انت موظفه تقدري تحمريها في شويه زيت، معلقتين زيت في قلب الفرن، وتعملي كميه وتحطيها في برطمان ازاز وتسيبيها عندك على الرخيمه تسحبي منها. او تقدري مثلا انت خلاص قدامك ساعه مثلا على عمل الرز، او عبال ما حد يجيلك، يعني عبال ما جوزك يجي او كده، حمريها زي ما انت شفتيني محمراها، وقلبي فيها الرز وسيبيها واركنيها. اول ما هم يجوا سخني الميه او الشوربه تكون مغليه وتحطي على طول. وتقدري تحطي بقى ايه اللي هيفرق معاكي، رشه من الحبهان، رشه من الفلفل الاسود، ورق لورا. وادعيلي على احلى والذ طبق رز هتاكليه. هتقولي ما اكلتي ازاي يا رانيا؟ تمام. وطبعا لو عندك حته زبده يا سلام وسلم. اوعي بقى. تعالي بقى هنا للصينيه، وعندنا الاكل بتاعنا جاهز. طبعا احنا عملنا مع بعض الفراخ المحمره دي كتير قوي جدا، فكل اللي كان بيجي بيقول لي يا رانيا دي مشويه مش متحمره. وخشي على الطريقه بتاعتها عندي وهتدعي لي لو جربتيها بالطريقه دي. بصي بقى صينيه البطاطس عامله ازاي بقى، يعني الشاطر فيكم ياخد باله. الصينيه عامله ازاي، ايه، متاكله نصها ولا مش متاكله نصها؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده، انا طلعت عند جارتي نزلت لقيت الصينيه زي ما انتم شايفين كده. يعني بصوا انا كنت هتجنن، بس طبعا لازم اصورها لكم، وده دليل على انها جميله جدا جدا. تنسيش اللايك يا